السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم المهندس محمود رجب وقناة زهور الأرض والحلقة 17 واختيار المواصفات الفنية والهيدروليكية. أول حاجة إزاي كل ما كانت الدقة في اختيار المواصفات الفنية كل ما كان جودة التصميم عالية. الحاجة الأولانية اللي هنتكلم عليها اختيار أنظمة الري. أولا اختيار أنظمة الري لازم تكون مناسبة للمنطقة ونوع الاستخدام اللي انت هتستخدمه سواء رش أو تنقيط، وبشكل عام لازم مراعاة الظروف المناخية ومدى تحمل الأنظمة اللي انت موجودة عندها للظروف الجوية سواء بين درجة الحرارة والرطوبة. والعامل الأهم هو تماثل المنتجات، يعني استخدم منتج واحد من كل نوع أو شركة واحدة معتمدة بحيث إن أنا يكون في تماثل في التصرفات والاحتياجات استخدام المية أو سريان المية داخل الأنظمة الري المستخدمة. المواصفات الهيدروليكية لازم تؤخذ في عين الاعتبار. ليه؟ لأن انتظام التوزيع في جميع أنظمة الري سواء رش أو تنقيط بيعطيني جودة أعلى ودقة أعلى وتماثل أعلى في منظمة الضغط اللي موجودة عندي، واختيار منقطات دوامية التدفق. وكل ما كان الدقة أو اختيار الدقة في النباتات في الرشات أو الأنظمة اللي موجودة كل ما كان أسهل مني. طبعا لما يكون عندي المعلومات الفنية والكيميائية والمناخية والاقتصادية وتم اختيار يسهل عليك اختيار نظام الري بقى من الهدف المصوص منه وطبيعة الأجهزة المتوفرة وخبرة كمان الناس اللي هتشتغل على المكان اللي موجود فيه وطبيعة الأرض، طبيعة سطح الأرض، وأحيانا يمكن استخدام أنظمة وتصاميم بديلة أخرى يتم اختيارها أثناء تنفيذ النظام بعين الاختبار مقدار العائد المتوقع من النواحي الاقتصادية. يعني بعد ما أحسب كل ده بحط أفضل حاجة وبعد كده بحط بدائل بحيث أن يكون النواحي الاقتصادية وهل موجود ناس خبرة في المكان يشتغل على الحاجة اللي أنا اخترتها ولا لا. يبقى أساسي نظام ري معين، ما فيش نظام ري معين مع جميع الظروف، ولكن بيختلف من مكان لمكان على حسب العوامل اللي احنا حكينا عنها في كل المحاضرات او كل الحلقات اللي فاتت. معايير اختيار الرشاش والنجاط، هو هناك علاقة بين ضغط تشغيل الرشاش والتصرف، لازم يكون عندي ضغط والتصرف، كما موجود علاقة بين ضغط التشغيل والتصرف وقطر المياه الخارج من الماسورة. طبعا هناك عوامل كتيرة جدا لازم تؤخذ في عين الاعتبار اختيار رشاش، واهمها المساحة المراد ريها، يعني انا هروي مساحة كام او الرشاش ده هيغطي عندي مساحة قد ايه بحيث ان المجال يلائم جميع الظروف والاحتمالات من حيث عدد فتحات الرشاش وجميع مستويات التدفق والنظم المتدفقة وقطر الرشاش. وتطلب علامات اختيار موازنة خصائص تشغيل الرشاش من المتطلبات الطبيعية لنظام الري. وهناك نوعين من طرق اختيار الرشاش: الرذاذ والرشاش الروتري او السبراي او الروتري اللي احنا متعودين عليهم في الشركات. وطبعا المساحات الصغيرة دايما بيستخدم الرشاش السبراي، والروترز بيستخدم الى رشاش اعلى شوية. وطبعا معدلات السقط بتختلف من نوع رشاش لاخر، وبعد كده بنعمل ان شاء الله في حلقة بعد كده الفرق بين الرشاش السبراي والرشاش الروتري بحيث ان احنا ما ناخدش وقت ان شاء الله في الشرح هنا. وبعد كده المواصفات اللي لازم اخد بالي منها في مواصفات الانابيب، لازم يكون عندي اختبار للانابيب والموثوق في مقدرة الانبوب يحقق الغرض، وتم طبعا وضع مواصفات تناسب او اقطار وابعاد الانابيب ونوع المادة اللي يتم استخدامها بحيث ان هي تقاوم تفاعلات المية، ويكون طبعا زي اللي احنا حكينا عنها اللي هي البي في سي او البوليسيلين. والانواع الاخرى طبعا مش مستخدمة في بعض او معظم شبكات الري او اللاندسكيب يعني عامة. وطبعا تقسيم الضغط الانابيب في منها بيستخدم الضغط العالي وطبعا اللي هي 16 بار وال10 بار، ده معظم اللي مستخدم في مشاريع سواء ضغط عالي وضغط منخفض، ولكن معظم الناس ما بتشتغلش بال6 بار، بيشتغل بال10 بار وال16 بار. لدرجة تحمل الضغط لازم يكون عند أقصى درجة داخل الأنابيب
بحيث لا يسبب لأي انهيارات للمواسير. وطبعا دي من الحاجات اللي لازم المواصفات الفنية والهيدروليكية لازم أراعيها. وطبعا جودة المنتج من حيث الشركة المصنعة واختباره بعد التركيب. وطبعا الناحية الاقتصادية اللي احنا حكينا عنها. نخش بعد كده في التصميم. أهداف التصميم زي ما احنا قلنا هو حساب كمية الماء اللي يحتاجها النبات للتعويض عن الماء التي تم استهلاكها أثناء أقصى فترة من موسم النمو تجنب إيجاد النبات. يعني أروي النبات. هدف التصميم من شبكة الري هو ري النبات عند احتياجه للمية. امتى؟ لما ابقى عارف عنده احتياج المية ايه، وهو هيقدر فقط قد ايه في التبخر والنحل، فبالتالي برضه هيكون عندي معدل التصرف للتربة بحيث ان انا اعرف امتى هبدأ الري او ادي ميعاد الري. المرة التانية خطوات التصميم أو زي ما احنا قلنا حصول على المخطط والمعلومات اللازمة، جمع المعلومات، احسب الاحتياج المائي للنبات عند اقصى ظروف جوية، اختار نوع او انظمة الري، احسب كمية المية المضافة للمشروع، ابدأ اقسم المشروع لوحدات كاطوال والمحافظة على التماثل في معدل التساقط، اختيار مراحل الري تبعا لقوة المضخة واذا كانت متوفرة او تبعا لتكلفة الضخ او يعني الناحية الاقتصادية لخطوات التصميم. وطبعا حسابات اقطار خطوط الري، وحساب اقطار خطوط التغذية، وحساب اقطار المين لاين اللي احنا حكينا عنهم واتكلمنا عنهم في الحلقة اللي قبل كده. تمام. ولكن تعالى بقى ازاي احسب اقطار خطوط الري واقطار خطوط التغذية واقطار المين لاين في فيديو جديد ان شاء الله. استنونا. السلام عليكم ورحمة الله.